كلمه صغيره. فانا عايز اقول حاجه تعريف صغير، حاجه من وجهه نظري، عايز اتكلم عن النجاح. يعني عايز اعرف النجاح من وجهه نظري. انا النجاح بالنسبه لي انك تبقى شخص نجاحك اصلا ملوش سبب. يعني انا ما بحبش مثلا ان يبقى النجاح بالنسبه لك او بالنسبه لحد، انا مثلا عايز ابقى لو في ثانويه عامه عايز ابقى مهندس، شكرا لو بقيت مهندس خلاص كده، لما ابقى مهندس بقى ان شاء الله افكر. او ان انا عايز ابقى مبرمج، فلما هبقى مبرمج ان شاء الله افكر بعد كده. انا النجاح بالنسبه لي ان انا عايز ابقى اعلى حاجه في اي حاجه. يعني دخلت في مجال ان انا هاخد كورسات، فانا عايز اكون احسن حد بيدي كورسات. دخلت في مجال ان انا مهندس، فانا عايز اكون احسن مهندس. فده بالنسبه لي نجاح، انك تبقى اعلى حاجه في اي حاجه. يبقى نجاحك مش سهل. دي حاجه بتساعدك في حاجات كتيره جدا في مرحلتك في الشغل او في الحاجه اللي انت دخلتها دي ايا كانت ايه. لانك اكيد هتقابلك مشاكل وحاجات في الحاجه اللي انت بتشتغلها او حاجات انت بتدرسها او اي حاجه زي كده. لو عندك طموح انك عايز تبقى احسن حاجه او احسن حد في المجال ده، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تساعدك في وسط المشاكل اللي هتقابلك فيها. قبل ما ابدا الكورس ده خالص، انا قلت لحد حاجه، كان حد قريب مني ساعتها، قلت له انا السنه دي هعمل حاجه ما اتعملتش قبلي ولا هتتعمل بعدي. ده كان التارجت بالنسبه لي. يعني ما كانش تارجت ان انا عايز مثلا اكون احسن حد بيشرح كورسات برمجه في مصر، او لا، انا هعمل حاجه ما اتعملتش خالص مش هتعمل تاني. اللي هي كانت بالنسبه لي ايه؟ كان التارجت بالنسبه لي ان انا ما اعلموش اي حد خالص، انا لسه بعمل اول مره. ان انا كنت عايز استقطب اكبر عدد من الطلبه يكون ما اتعاملوش خالص مع البرمجه او مع المونتاج او مع المجالات دي، واخليهم خلال شهرين قادرين ان هم يطلعوا منتج. انا بالنسبه لي الكورس ده تقييمه كان في المنتج اللي انا طلعته. في 1000 حد عمل كورسات برمجه، في منهم 500 في محل اساسي، حلو؟ بس مش اي حد عمل المحتوى اللي انا عملته السنه دي. طبعا ده ما اتعملش، مش انا الوحيد اللي عملته او مش انا الوحيد اللي اشتغلت عليه. اشتغل على المحتوى ده فريق كبير جدا، سواء قبل الكورس، قبل ما نبدا اصلا الكورسات نفسها تحضير 3 شهور قبل الكورس، سواء من البرزنتيشنز او من الفيديوهات اللي كانت بتنزل لكم او المشاريع اللي انت كنت بتعملها. ما كانتش تطلع في دماغي كده اللي هو تديك المشروع، لا، المشروع ده كان متحدد على شويه حاجات انا عايز اشتغل فيه، شويه مشاكل انا كنت بحاول افكر قدامها، ان انا اعلمك ازاي تسلم المشروع في ميعاد. برضه حاجه من الحاجات اللي انا كنت عايز ادربك عليها. ممكن تكون انت مثلا خدت كورس ما حبيتش البرمجه او ما حبيتش المونتاج مثلا، بس انت اتعلمت عندي كده كده مهاره من ضمن مهارات ثانيه جنب البرمجه والمونتاج، زي ما تسلم حاجات معاك زي ما بقول لك، ازاي تتكلم قدام عدد من الناس. ضغطة المشاريع اخر اسبوعين في الكورس ضغطته جامد، المشاريع والحاجات زي كده. كمان كنت بدي محاضرات اونلاين، كنت عايز اعلمك انك ازاي تتعلم اونلاين. دي على فكره من اهم المهارات اللي لازم تكون موجوده عندك، انك تعرف تتعلم اونلاين، انك ما عدتش محتاج انزل السنتر او انزل الكورس عشان خاطر لا، انا ممكن افهم عادي جدا اونلاين. هي اصعب شويه، بس انا محتاج اتعلم المهاره دي جدا، لان مش كل حاجه هتلاقيها على الجهاز. العادي لما ان شاء الله تخش الجامعه والكلام ده تعليمك كله في الجامعه اونلاين. فانا حبيت اعلمك مهاره. فانا بالنسبه للعدد اللي موجود قدامي، انا كده شايف ان انا حققت التارجت. الحمد لله انا جمعت عدد كبير جدا. في ناس كتير جدا اعتقد الناس استفادت من الكورس، اعتقد ان اثرت فيك، اعتقد يعني. انا كده الحمد لله اقدر اقول ان انا الحمد لله حققت التارجت بتاعي السنه دي. بس زي ما انا بقول لك في اول كلامي، انا النجاح بالنسبه لي انك ما يبقاش ليك سقف. فلو السنه دي حققت ان انا كان عندي 10 طلاب، فانا السنه الجايه باذن الله النجاح بالنسبه لي ان انا يبقى عندي 200 طالب. انا النجاح بالنسبه لي ما بيقفش، او ان انا خلاص حققت التارجت فان شاء الله السنه الجايه يبقى انا عندي ان شاء الله 10 تانيين السنه الجايه. ده بالنسبه لي لا. طالما انا وصلت للمرحله دي مره، المره الجايه اكيد انا عايز اوصل للمرحله دي، المره الجايه انا عايز اوصل للضعف او ضعفين المرحله دي. وحط السنه الجايه منهج اكبر ومعلومات اكتر في الكورس بتاعي ان شاء الله السنه الجايه، او في كورس المونتاج، او اللي عملنا مجالات مختلفه دي طبعا بالتعاون ان شاء الله مع الجمعيه الشرعيه برضه السنه الجايه باذن الله. احنا بجد اكتر الاماكن اللي كانت مسهله لنا عمليه كانت الجمعيه الشرعيه. عمليه انتاج الكورس دي محتاج شويه تسهيلات من عندنا ومن عندهم، بصراحه كانوا متعاونين جدا. طبعا محمد توفيق يعني ما شاء الله كان مسهل لنا الدنيا على الاخر، فانا برضه حابب اشكره بجد. دي كلمتي بس عن النجاح. لو هديك نصيحه صغيره، حاول دايما تحط اثر في الناس او في المجتمع اللي حواليك. المجتمع ده مش اللي هم اهلك او لا، المجتمع الناس المختلفه. يعني اتوقع ان انا حاطط اثر في كل واحد فيكم. باشمهندس احمد حاطط اثر في كل واحد فيكم، ولو بكلمه او بهزار او باسلوب شغلي او بالاكواد بتاعتي. في ناس كانت بتاخد نظام كتابه الاكواد نفسها وتشتغل بيه. يعني طبعا كل واحد فينا نظام، فانا بالنسبه لي ده كان الاسلوب اللي انا كنت مرتاح بيه بشرح بيه. الناس خدته انك اتعلمت ازاي تعمل برزنتيشن، دي حاجه برضه انا شايف انها اثرت فيك.